عادت جبهة البوليساريو الانفصالية من جديد لتطلق تحذيراتها للمسؤولين وجميع المشاركين والجهات الراعية للنسخة 15 من سباق أفريقيا البيئي المبرمجة في الفترة من 30 دجنبر 2023 إلى 14 يناير 2024، محملة إياهم ما وصفته بمسؤولية العواقب التي قد تنجم عن دخولهم وعبورهم الإقليم. وفي بيان لها، دعت الجبهة الانفصالية جميع بلدان العالم والقطاعين العام والخاص للامتناع عن القيام بأي نشاط من أي نوع كان في الصحراء. وحذرت المسؤولين عن النسخة 15 لسباق أفريقيا البيئي وجميع المشاركين في السباق والجهات الراعية له باستهدافهم، محملة مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن دخولهم وعبورهم الصحراء. يشار إلى أن منظمي سباق أفريقيا البيئي كانوا قد أعلنوا أن السباق سينطلق في شهر دجنبر المقبل من خلال مساره المعتاد من مدينة موناكو الفرنسية إلى الناظور بشمال المملكة مرورا بالأقاليم الجنوبية. ويعد رالي أفريقيا إيكو رايس أحد أشهر السباقات عبر العالم، وتشارك فيه نحو 200 مركبة ونحو 500 متسابق من 30 جنسية. وليست هذه المرة الأولى التي تهدد فيها جبهة البوليساريو السباق، إذ سبق لها أيضا في مختلف نسخه التهديد بمنع التظاهرة من العبور بالصحراء.